تيجي بقى تاخد قرار الرجيم والتخسيس وكده، وفعلا بقى المره دي عايز تخس فعلا وهتبدا الرجيم. وتيجي بقى تبدا اول يوم تلاقي امك سبحان الله عملت كل الاكل اللي انت بتحبه في يوم واحد. دي عامله بشاميل وفته وملوخيه وسمك. يا حاج يا حاج انت ما عملتيش كده اقسم بالله في حياتك، جاي تعملي دلوقتي؟ وفجاه بص بقى سبحان الله، بص الصدف بقى تلاقي ابوك داخل عليكم بموز على تورت على شوكولاتات، اللي هو مثلا انت عايش معاه بقالك 20 سنه ما شفتوش داخل عليك بطقم كلوتات في عيد ميلادك. ايه يا حاج ده دلوقتي تجيني؟ خلاص خلاص بتغني دلوقتي؟ حرام والله. تتخني بقى من اكل البيت ومفيش خلاص اكل ويجيب ليك، فتنزل تقعد مع اصحابك على القهوه، وفجاه بص سبحان الله تغيروا القهوه اللي انتوا بتقعدوا عليها طول عمركم وتروح قهوه جديده، على يمينها محل بتاع كشري وعلى شمالها محل بتاع كبده وسجق والحاجات دي. يا جدعان ده انا والله عامل رجيم النهارده. يعني سبحان الله. بص بقى اصحابك برضو متخانقين مع اهلهم عشان امهاتهم عامله لهم النهارده سبانخ، وقال ايه مش بيحبوا السبانخ. يا دي المحن يا الضياء، يا دي المحن اللي انت في مالها السبانخ يا دي مالها السبانخ والله حلوه. وفجاه تتخنق من صحابك وتقوم تتمشى لوحدك، فجاه تلاقي بقى حبيبتك تتصل بيك اللي هي الست الطيبه اللي هي راضيه بقليلها، اللي هي عمرها ما قالت لك تعالى عزمني بره مثلا، تتصل بيك وتقول لك بص انا مش اقل من بنت خالتي في حاجه، خطيبها كل شويه عمال يعزمها في مطاعم، اشمعنى انت؟ فبص عزمني بكره على اي حاجه. يا بنت ده انا عامل رجيم يا بنت، انا بخس عشانك يا بنت، يا بنت بخس الكرش عشانك. وبص بقى تيجي بقى ايه يوم الفري اللي هو اليوم اللي انت بتستناه من اول اسبوع، اللي انت بص هتاكل فيه كل حاجه. فجاه تلاقي امك ايه تروح تقول لها انت عامله اكل ايه النهارده؟ تقول لك بص انا النهارده زهقانه من الطبيخ فقلت اغير شويه، فانا عامله لكم النهارده فول وطعميه. فول وطعميه. يا حاجه ده النهارده فري يا حاجه. وفجاه سبحان الله بص بقى نزل قرار جمهوري ان سن المعاش اتغير، بدل ب 60 ب 40، وتلاقي ابوك داخل عليك طلع على المعاش، طلع على المعاش وعمال بص طلعان عين اهله، بص مش طايق حد، وحتى مش معاه في جيبه رغيف عيش تجيبه في الفري بتاعك. يعني ايه ده ايه ده؟ تتخنق وتنزل تتصل باصحابك تقول لهم تعالوا بقى نخرج وكده بقى ناكل بره بقى. فجاه سبحان الله حبوا السبانخ ويقولوا لك لا لا أنا النهارده امي عامله سبانخ وانا هاكل بقى النهارده في البيت. سبانخ يا ابني انت ما كنتش بتحبها يا كده دلوقتي تحبها خلاص. تروح تتصل بحبيبتك بقى وزي ما قالت لك كده تروح تخرجها، فجاه تلاقي بتقول لك لا بص يا حبيبي انا اسفه، انا اكتشفت ان بنت خالتي بتوقع ما بيننا، انا مش هقول لك تعالى خرجني تاني معلش يا حبيبي. يا جدعان